فيلم ووركرافت. بيحكي فيلمنا عن حرب قديمة حصلت بين البشر والأورك، العالم كله اتدمر فيها ومات أعداد كبيرة من الطرفين، والحرب دي انتهت بسلام، بس كان في عدو واحد وهو سحر الفيل. بنروح لدورتان وهو قاعد مع زوجته الحامل وبيتكلموا عن عالمهم اللي اتدمر، فبنشوف قبائل الأورك وهي بتجهز علشان تعدي من البوابة لعالم البشر، فجولدن بيستخدم سحر الفيل وبيسحب أرواح البشر اللي حابسهم علشان يقدر يفتح البوابة، فبتنفتح بوابة ضخمة جدا لعالم البشر، بس الأرواح ما بتكونش كفاية علشان تنقل كل القبائل، فاختاروا الأقوى منهم علشان يعدوا من البوابة. الأورك بيعدوا وبيتنقلوا لعالم البشر. دورتان ما قالش لحد ان مراته حامل، فاول لما طلعوا لعالم البشر بيتعب جدا وبتخلف ابنها فبينزل ميت، بس جولدن رجعه للحياه تاني لما سحب روح غزاله. بنروح لمملكه البشر وبنشوف لوثر وهو بيتكلم مع القزم صانع الاسلحه وبيوريه سلاح جديد قوي جدا، فبيجي قزم تاني معاه رساله لوثر ان في هجوم حصل على اراضي المملكه ولازم يرجع بسرعه، وبيعرف ان في جنود كتير ماتت من رجالته، بس بيروح وبيكتشف ان باقي الجنود الأورك اثروه، بس لو راجل غريب كان بيفتش في جثث الجنود اسمه كاتجار. فلوثر بيعرف انه ساحر لما بيشوف فيه علامه على دراعه. كاتجار بيحاول يقنعه انه يوريه الجثث علشان يقول له سبب الهجوم اللي حصل عليهم، فلوثر بيسمح له يشوفهم، فاول ما بيشوف الجثه بيطلع منها سحر الفيل فبيتصدموا كلهم. كاتجار بيقول له لازم تجيب الساحر مديف علشان يشوف اللي حصل، فلوثر بيقول له ان الملك هو بس اللي يقدر يستدعيه، فبيروحوا للملك. كاتجار بيحاول يشرح للملك اللي حصل وانه اكتشف سحر الفيل وده سحر مسلم ممكن يدمر المملكه والبشر ويقضي على كل حاجه. في نفس الوقت بيدخل حارس وبيقول لهم ان في هجوم حصل تاني على مدينه قريبه منهم، فبيأمر الملك لوثر ان هو يروح لمديف ويجيبه بسرعه وبيديله خاتم، فبيركب الطائر بتاعه ومعاه كاتجار وبيطيروا لمكان الساحر مديف. في نفس الوقت الأورك بيهاجموا اي مدينه بشريه وبيأسروا الناس اللي فيها علشان جولدن ياخد ارواحهم ويقدر ينقل عدد كبير من الأورك لعالم البشر. بنروح للوثر وكاتجار بعد ما وصلوا لمكان الحارس مديف، فلوثر بيروح مع مساعد الحارس وبيسيب كاتجار في المكتبه، فبيلاقي شبح اسود بيختفي جوه كتاب، فبيلاقي الكتاب بيتفاعل مع العلامه اللي في ايده، فبياخد الكتاب ده وبيخبيه في شنطته. الساحر مديف شافه فبيثبته في الحيطه بالسحر وبيبقى مستغرب هو هنا ليه، لانه هرب وتخلى عن تدريباته، لكن لما بيقول له ان سحر الفيل ظهر في المملكه فمديف بيتصدم وبياخدهم وبيتنقلوا بسرعه لقصر الملك، فبيوصلوا للقصر فالملك بيشوفهم وبيرحب بمديف. مديف بيشرح للملك ان سحر الظلام هيعمل كوارث وخصوصا ان هو بيتغذى على الارواح، فبيتفقوا على خطه وانهم لازم يبعتوا فريق استطلاع لانهم محتاجين واحد من الاعداء حي علشان يعرفوا اي معلومه منه. فبتتحرك فرقه من الجنود ومعاهم مديف ولوثر وكاتجار، وهم ماشيين بيلاقوا اثار للسحر، فجاه بيحصل هجوم عليهم من الأورك فبيضربوا الجنود بكل قوتهم ومفيش حد عارف يصدهم لحد ما مديف يستخدم السحر وبيقدر يعمل تعويذه تخلص على كل الأورك اللي بيستخدموا سحر الفيل، فبيرجع مديف للقصر بتاعه لانه استخدم كل قوته. لوثر بيقدر انه يمسك واحد من الأورك، والساحر كاتجار قدر انه يمسك واحده اسمها جورونا باستخدام السحر، فبياخدهم في قفص فبيكلمهم لوثر وبيقول لهم ليه هاجموا على الارض البشر، فجورونا بتفهم كلامه فبيقول لها الأورك لو اتكلمت معاهم هقتلك، فبيقتلوا لوثر لانه كان هيهاجم على جورونا. بيوصلوا القصر فجورونا بتكون مستغربه من التطور اللي حصل للبشر، فالملك بيشاور على الخريطه وبيقول لها تقول له هي منين، فجورونا بتقول له انها مش من العالم ده وهم جايين هنا لان العالم بتاعهم اتدمر، وانها بتتكلم لغه البشر لانهم كانوا بيخطفوهم واتعلمت منهم، وبتقول لهم كمان ان الأورك جايين عالم البشر علشان يحتلوه وانهم استخدموا بوابه بتتفتح بالسحر وانهم بيستخدموا ارواح البشر علشان يفتحوا البوابه دي، فبيطلب منها الملك انها تساعدهم قابل انهم هيسيبوها عايشه بس بترفض. بنروح بعد كده لمعسكر الأورك وهم مجتمعين، فبنشوف جولدن وهو بيتخانق مع بلاك هان علشان هرب من المعركه وبيحكم عليه بالموت، فبيتدخل دورتان وقال لجولدن ان البشر استخدموا سحر الفيل. بنرجع للقصر تاني فبنشوف مديف وهو بيتكلم مع جورونا وبيسالها مين اللي جاب الأورك لعالم البشر، فبتقول له جولدن استخدم السحر وفتح بوابه بين العالمين. في نفس اللحظه بيظهر لوثر والملكه، فمديف بيشوفهم فبيتحول لطائر وبيمشي قبل ما حد يشوفه، فالملكه بتقدم لها اكل وهدوم وبتعاملها كويس وبتوعدها بالحريه لو ساعدت البشر. بنروح لكاتجار وهو بيقرا في الكتاب اللي سرقه من مكتبه مديف، فبيكتشف معلومات عن البوابه. في نفس الوقت دورتان بيكون قاعد مع صاحبه وبيتفرجوا على عالم البشر ومش بيكون عاجبهم انهم بيدمروه. دورتان بيقول له ان عالمهم ما اتدمرش الا لما ظهر جولدن، وبيقول له انهم لازم يتكلموا مع البشر علشان ينقذوا الأورك منه. بنرجع تاني للقصر وبنعرف ان جورونا وافقت انها تساعد البشر واخدتهم لمعسكر الأورك، وبيعرفوا انهم بنوا بوابه جديده وعرفوا عددهم، فبيقرر لوثر انه يرجع للملك ويبلغه. في نفس الوقت دورتان كان بيراقب تحركاتهم فبيطلع عليهم وبيمسك كاتجار وبيقول لجورونا انه عايز يقابل الملك علشان يعمل معاه هدنه ويتفق معاه، فجورونا بتوافق على كلامه فبتقول له انها عايزه تبقى من قبيلته، فبيقول لها دورتان انها في امان اكتر مع البشر. بنروح لمديف وبيكون مرهق جدا لانه استخدم كم كبير من السحر بتاعه، فبيروح على حوض مسحور علشان يرجع قوته تاني، فالمساعد بتاعه بيقول له ما يروحش المعركه تاني، فمديف بيرفض وبيقول له انهم محتاجين ساحر معاهم. في القصر بيكون الملك مجتمع مع الجن والاقزام علشان يحاربوا الأورك، بس بيرفضوا انهم يساعدوه وبيقولوا انهم هيحموا الممالك
الملك بتاعتهم. لوثر بيدخل عليهم الاجتماع وبيقول لهم على اللي هو شافه، فبيدخل جندي وبيبلغ لوثر ان ابنه اتصاب في المعركه. فلوثر جري على ابنه علشان يطمن عليه. نرجع القصر، بتشوف جورونا وهي بتبلغ الملك بعرض دورتان، بس لوثر ما كانش واثق فيه، بس الملكه كانت واثقه فيه وادت خنجر لجورونا علشان تحمي نفسها بيه وتحمي الملك. في نفس الوقت كتجار بيخش اوضته، فبيلاقي مديف موجود ومتعصب لانه كان بيعمل ابحاث من وراه، فبيولع في كل حاجه وبيقول له ما تدورش في الموضوع ده تاني ويركز في حمايه الملك. بس كتجار قدر انه يلحق ورقه قبل ما تتحرق، وبيجري على لوثر وبيقول له على اللي مديف عمله، فبيديله الورقه وبيقول له انه جولدن مستحيل يوصل هنا لوحده، لازم حد من البشر ساعده. فلوثر قال له مديف ما يعملش كده، ولما حرق الورق حرقه عشان يحميك، بس لوثر بيكون شاكك في مديف. وبعدها بنشوف دورتان وقبيلته متجمعين علشان يقابلوا الملك، وبيكون مديف واقف على الجبل علشان يراقب اللي بيحصل. فبيوصل الملك هو وجنوده ومعاهم جورونا علشان تترجم الكلام. فدورتان بيقول لهم ان موجود هنا علشان ينقذ قبيلته من سحر الفيل، وان البشر اللي اسروهم ارواحهم قربت تخلص، فلازم تهجموا في الوقت ده علشان تشتتوا الأورك، فيقدر هو وقبيلته انهم يهجموا على جولدن ويخلصوا عليه هو وسحره. فجأة بيظهر بلاك هاند هو وقبيلته، وبيكون عامل كمين لدورتان علشان يستغل الموضوع لصالحه ويتقرب من جولدن، فبيهجم عليه وبتحصل معركة كبيرة بينهم. مديف بيشوف اللي بيحصل وحس ان الملك في خطر، فبيستخدم قوته وبيعمل حاجز بينه وبين الأورك. فالملك طلب من الجنود انهم ينسحبوا علشان الحاجز، بس بيكون ابن لوثر موجود في الناحية التانية مع الأورك. فلوثر بيندى على مديف علشان يوقف الحاجز ده علشان ينقذ ابنه، بس بيكون فات الاوان. فبيشوف ابنه بيموت قدامه ومش قادر يعمل له حاجه. كتجار وجورونا بيطلعوا الجبل، فبيلاقوا مديف مغمى عليه لانه استنزف قوته، فبياخدوه وبيرجعوا للقصر بتاعه. كتجار بيشوف في عين مديف سحر الفيل اللي بيستخدمه جولدن، فبيترعب وبيجري على مجلس السحر. بلاك هاند بيروح للدورتان وبيمسكه علشان يقتله لانه خانهم وبيهدده. فدورتان بيقول له انا مستعد اجي معاك بس سيب قبيلتي، فبيودع زوجته وبيروح معاه. صديق دورتان بيكون بيتكلم مع جولدن على البوابه، فبلاك هاند استغل الوقت ده وبيجيب هو وقبيلته على قبيله دورتان وبيولع في الخيام بتاعته وبيخلف وعده. دراكا بتاخد ابنها وبتهرب من المكان لحد ما بتوصل للنهر، فبتحط ابنها في النهر علشان يمشي مع حركه الميه. فبيظهر اورك وبيهجم عليها، بس بتقدر انها تخلص عليه وبتموت هي كمان. بنروح بعد كده لكتجار بعد ما راح لزعيم الصحراء وقال له ان مديف خاين، وطلع الورقه اللي معاه وقال له تعرف ايه عن الاوليداي. فبياخده عند مكعب مسلم وبيقول له انه موجود من زمان وهو موجود علشان يحمي المملكه. فجاه بتنفتح بوابه في المكعب، فبيدخل كتجار جواها وبيلاقي الشبح اللي ظهر في المكتبه، وبيقول لكتجار ان مديف خانهم وخطر بالبشر، وهو اللي استخدم سحر الفيل وجاب الاورك لعالم البشر، ومفيش حد يقدر ينقذ البشر غيرك، وانت اللي تقدر توقف مديف. في نفس الوقت بنشوف مديف والمساعد بتاعه بياخده علشان يعالجه وبينزلوا لمنطقه السحر علشان قوته ترجع له تاني. فجاه المكان كله بيتحول للون الاخضر، لون سحر الفيل. فمديف اعترف للمساعد ان هو اللي ساعد الاورك علشان يدخلوا عالم البشر، وقال ان سحر الفيل سيطر عليه. فبيخلص على المساعد بتاعه وبيمتص روحه. في القصر الملك بيكون قاعد بيعمل خطه علشان يوقف الاورك، فلوثر بيرفض وبيقول لهم لازم نهجم عليهم ونبعت كل الجنود علشان ندمر البوابه. في اللحظه دي بيوصل مديف وبيكون قوته رجعت له تاني. مديف كذب على الملك وقال له ان دورتان اتمرد على جولدن، بس لوثر ما كانش واثق فيه. فمديف اتهم لوثر انه من ساعه موت ابنه وهو بياخد قرارات غلط. فلوثر اتعصب وهجم عليه، بس الحراس سيطروا عليه. فالملك بيؤمر ان لوثر يدخل السجن لحد ما يرجع لوعيه تاني. بعد كده بنشوف جورونا بتروح له السجن وبتقول له ان الملك هيهجم على الاورك وهروح معاه. فلوثر بيقول لها ما تثقش في مديف وتاخد بالها من نفسها. الملك جمع جنوده وودع زوجته واولاده واتحرك مع الجيش. فبيروح كتجار للوثر في السجن وحرره واخده معاه علشان يقدروا يقفوا ضد مديف. بنروح لمعسكر الاورك وبنشوف اورجريم وهو رايح يحرر صاحبه دورتان، واعتذر له انه ما صدقش كلامه وان جولدن السبب في موت قبيلته. فدورتان بيجمع قبيلته وبيروح علشان يتحدى جولدن في قتال، وده هيحدد مين فيهم اللي هيبقى قائد الاورك. فبيحصل معركه بين دورتان وجولدن وفضلوا يضربوا في بعض، بس جولدن غش واستخدم سحر الفيل وفضل يسحب في روح دورتان. في نفس الوقت لوثر وكتجار راحوا لبرج مديف وحاولوا انهم يهزموه، بس مديف كان اقوى منهم هما الاثنين، فقدر انه يهزمهم بالسحر وبدا يستخدم التعويذه اللي هتفتح البوابه للاورك. جولدن حس ان مديف بدا التعويذه فطلب من بلاك هاند ان هو اللي يكمل مكانه، فرفض وقال له انه لازم يكمل للاخر. فجولدن اتعصب وراح على دورتان واستخدم السحر وسحب روحه وموته. فالاورك سهروا عليه علشان غش واستخدم السحر لان اللي عمله ده ضد التقاليد. فجولدن اتعصب عليهم وسحب روح الاورك المعارضين ونقل كميه كبيره من سحر الفيل لبلاك هاند. في نفس الوقت بيوصل الملك هو وجيشه وبيعرف انه لوحده بعد ما عرف ان دورتان مات هو وقبيلته. فبتبدا معركه كبيره بين البشر والاورك. بنروح للبرج وبنشوف مديف بعد ما السحر سيطر عليه، وبنشوف كتجار وهو بيحاربه. فمديف استخدم سحره وحرك تمثال ضخم وخلاه يهجم على كتجار. لوثر بيحاول انه يدمر التمثال فاستخدم قوه مديف وخلاه يقطع راس التمثال. بعدها كتجار قال للوثر انه يحاول يشتت مديف علشان يحضر التعويذه بتاعته. فلوثر حاول انه يهجم على مديف بس مديف كان اقوى منه، فمسكه ورماه بعيد. فحاول انه يكلمه لانه عارف ان السحر هو اللي مسيطر عليه. فمديف ما سمعش كلامه وتحول لشيطان مرعب. في نفس اللحظه بيكون كتجار خلص تحضير التعويذه، ففضل يسحب التمثال لحد ما وقعه فوق مديف.
وقدر انه يخلي البوابه تتقفل تاني. فجولدن بيتعصب بسبب اللي حصل. كيتجار نزل في منطقه السحر، فماديف وسحر الفيل سيطر عليه، بس هو كان اقوى منهم وقدر انه يخلص على الشيطان ويرجع ماديف تاني لشكله الطبيعي. لوثر ركب الطائر بتاعه وراح للمعركه، وماديف رجع لوعيه تاني واستخدم تعويذه سحريه وفتح بوابه تانيه تنقل البشر للستورم ويند. فالجنود بتبدا ان هي تحمي الاسرى علشان يرجعوا لبيوتهم تاني. الملك والجنود وقفوا علشان يحموا البوابه لحد ما كل الاسرى يعدوا منها. فبيموت ماديف في الوقت ده وهو بيتاسف على اللي هو عمله، فبتتقفل البوابه، فبيتحاصر الملك هو وجنوده. بلاك هاند بيطلع من نص الاورك علشان يقتل الملك ويبقى قائد الاورك، بس الملك كان اذكى منه وطلب من جورونا انها تقتله علشان تبقى هي قائده الاورك ويبقى في سلام بين البشر والاورك. وفعلا جورنا بتقتله، فبيحتفل الاورك بموت الملك. فجولدن احتفل بيها لانها بطله علشان قتلت الملك. في الوقت ده بيوصل لوثر ارض المعركه علشان ياخد جثه الملك، فشاف الخنجر اللي كان مع جورونا ففكر انها خانته، فاخد جثه الملك على الطائر ولسه هيمشي، واحد من الاورك بيمسك الطائر من رجله وبيوقعه على الارض. لوثر بيفوق بيلاقي نفسه متحوط بالاورك وبلاك هاند بيستعد علشان يبارزه، فبيبدا القتال. فلوثر قتل بلاك هاند بضربه واحده وخلص عليه. جولدن امر الاورك انهم يهجموا ويخلصوا عليه، بس مفيش حد بيسمع كلامه. وبتتدخل جورونا وبتقول له ان ده ضد التقاليد وانه لازم يحترمها. فبيمشي لوثر ومع الملك. اورجريم راح لجثه صاحبه دوراتان علشان ياخد الناب بتاعه ويديه لابنه. بنروح لمدينه البشر وبنشوف لوثر بيطلع الخنجر وبيوريه لكيتجار وبيقول له ان جورونا خانت الملك، فعملوا جنازه للملك. فالجن والاقزام شافوا التضحيه اللي هو قدمها وتعاونوا مع البشر علشان يحاربوا الاورك مع الملك الجديد لوثر. وبينتهي فيلمنا. بس يا سيدي وبينتهي فيلمنا. ما تنساش تدعمنا وتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.